تعالوا نعمل صلصة البرطمانات. زي ما انتم شايفين الطماطم جميلة وحمرة دلوقتي وحلوة ازاي، بطريقة سريعة. كل اللي هنجيبه الطماطم تكون كويسة تمام، وما يكونش فيها حاجة بايظة زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه؟ هنقطع الحتة دي اللي هنقطعها ونقطعها نصين او على حسب الطماطمية 3/4. ويكون عندك بنجراية صغيرة تقطعيها معاهم. زي ما انتم شايفين كده قطعتها وهي كده كلها سليمه وكويسه. هتقطعيها نصين وترفعيها على النار وتسيبيها لحد ما تغلي وتنقص وتشيل الميه بتاعتها كمان تتبخر معاها. كده قلت بقى الميه خالص اللي في الطماطم. يا تضربيها بقى في الخلاط يا اما بالهاند بلندر. تمام كده بقى هبدا اصفيها وبعد كده هرجع اوريكم هنعملها ازاي ونتقلها ازاي. صفيت الطماطم خلاص اهي. الكميه اهي، انا كنت جايبه 10 كيلو. طبعا خسوا اللي بعد ما تتبخرت الميه خسوا بقوا 5 كيلو. تمام. هنعمل ايه؟ نجيب الحله بتاعتنا غسلناها اللي كنا سالقين فيها الطماطم، وهنحط فيها لكل كيلو معلقه سكر كبيره. لكل كيلو معلقه سكر كبيره. المعلقه هتبقى ممسوحه مش هرميه. تمام. هنحطها دلوقتي في الحله ونرفعها على النار لحد ما تكرمل. دي الكرمله بتاعت السكر دي ماده حافظه للصلصه بتاعتنا عشان ما تبص معانا. تمام. هنستنى لما تكرمل وبعدين هنحط عليها الطماطم. بعد ما كرمل السكر هتحطي تبعديه على النار وتحطي على طول الطماطم فيه. شايفين شكلها عامله ازاي؟ والله احسن من الجاهزه بكتير. هتعمليها بقى، هتستني عليها تغلي غلوتين وبعد كده هنشوف السمك. كده خلصت خلاص اهي. انا عايزه اوريكم التقل عامله ازاي. انا كده تقلها كويس لان انا سبتها شربت ميتها كلها. لو لسه فيها ميه تقدري تحطي معلقه نشا مع معلقتين ميه وتحطيها تربط معاكي. شايفين؟ تتاكدي ان هي تقلت ازاي. بتحطي الكبشه بتاعتك او المغرفه بتاعتك وتلاقيها ما سقطتش، يعني ماسكه. تمام. يبقى كده عندنا الصلصه مظبوطه. هسيبها بقى لما تبرد الصبح ان شاء الله وابتدي احطها في البرطمانات. كده بقى الصلصه خلصت معايا وبردت اهي. انا سبتها لتاني يوم. شايفين التقل بتاعها تقلت زياده. كل اللي هنعمله بقى برطماناتك النظيفه ماشي تكوني مغسلاها ومنشفاها كويس وما فيهاش نقطه ميه. هتحطي فيها بقى ايه؟ الصلصه بتاعتك كده اهي. تعبي كل البرطمانات وتحطيها في التلاجة. ممكن نحط ايه شويه زيت فوق الوش بسيط. احنا كده كده معقمينها خلاص، بس برضو هنحط شويه زيت. بس اخلص تعبيد كله. في هنا كمان في عندي هنا اي كوبايه بتحطي فيها كيس بلاستيك اللي انت هتحطيهم بقى في الفريزر لو ما عندكيش مكان في التلاجة. بتحطي بقى قد مثلا كبشه كبشتين على قد الخضار اللي انت عايزه تحطيه. تمام. وتروحي شايلاها كده. ادي الكميه بتاعتك اهي. طلعي منها الهواء وتلفيها كويس وتربطيها. تمام. يبقى انا اديتك كذا فكره كده ان انت تعبي الصلصه بتاعتك ازاي. كده انا خلصت الكميه معانا اهو. ادي ده اللي هيتحط في الفريزر زي ما هو، يعني هحطه زي ما هو كده. مش هتحط عليه زيت لانه محفوظ في الفريزر. تمام. واللي بره انا امنته بشويه زيت فوق الوش. تمام. وبرده التأمين الزياده عشان ما يخشش اي هوا فيها. هنبتدي نحط ايه كيس بلاستيك كده نضيف وتقفلي وفي باب التلاجة على رف التلاجة. يبقى انت عملتي كده صلصة البرطمانات اللي هتاخدي منها معلقة او معلقتين تعمل نتيجة مع اكلك. يا رب الوصفة تعجبكم بألف هنا وشفا.